السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعل من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعل من التطبيقات. في القناة عندي اقدر افيد التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية وتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه بكام في السوق السوداء او بلاك ماركت. التطبيق ده محمله اكتر من 500 الف شخص، طبعا عليه تقييمات كويسة 4 نجوم ونص. التطبيق ده خاص بالعملات في دولة جمهورية مصر العربية. طبعا احنا هنا في دولة جمهورية مصر العربية عندنا سوق موازي للسعر الرسمي للبنك. من خلال التطبيق ده تقدر ان انت تتعرف على سعر الدولار وسعر العملات الصعبة زي اليورو، زي ريال السعودي، زي الدينار الكويتي. بتقدر تتعرف على سعر البنك وعلى سعر السوق السوداء او السوق الموازي. التطبيق ده بيجيب لك طبعا الاسعار، بيجيب لك تحديث للاسعار كل حوالي نص ساعة. طبعا سعر البنك بيكون ثابت، يعني هو لو سعر البنك اتغير بيتغير على مدار اليوم مرة واحدة بس، وبعد كده السعر بيثبت. السوق السوداء ده بيكون سعره متغير، ممكن يتغير، بيعمل لك تحديث ليه كل نص ساعة. بتقدر تتعرف طبعا على سعر الدولار الأمريكي، ممكن بتخش كده تعرف سعر اليورو، تقدر تعرف سعر الجنيه الاسترليني، الريال السعودي، الريال القطري. كل الحاجات دي بتقدر ان انت تعرفها. كمان التطبيق ده بيعرفك سعر الذهب، سعر من العيارات كلها، من أول العيار 10 اللي هو أقل عيار لحد عيار 24. وسعر طبعا العملات اللي هو الجنيه الذهب ونص جنيه الذهب وربع جنيه الذهب. بيعرفك كمان سعر المصنعية. والجنيه الذهب مثلا لو هتشتريه بيكون ليك كاش باك لو انت هتبيعه. بيعرفك أسعار السبائك. كل ده بتقدر تعرفه من خلال التطبيق. كمان التطبيق بيجيب لك اخبار اقتصادية واخبار سياسية. بيجيب لك اشعارات على طول بالاخبار اول باول. لو في اي خبر او في اي حاجة حصلت جديدة خلال اليوم بيجيب لك على طول تحديث ليها اول باول. هو طبعا تطبيق كويس، تطبيق مفيد. تطبيق بيعرفك كل اسعار الذهب والعملات كلها ويعرفك اشعار بالحاجات الاقتصادية اللي بتحصل. وبس كده، ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. مشكلة بس التطبيق ده ان هو بيتضمن اعلانات كتير، دي اسوأ حاجة في التطبيق. غير كده هو تطبيق كويس وتطبيق مهم وتطبيق مفيد بالنسبة للناس اللي عايشين بالذات في جمهورية مصر العربية مع سعر الصرف المتغير كل شوية، ووجود سوق سودا او سوق موازي للسعر الرسمي للبنك. فطبعا التطبيق زي كده لازم يكون على تليفون كل واحد مصري علشان يبقى عارف السعر والدنيا رايحة فين وجاية منين. وبس كده، ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق. في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.